كشفت وسائل إعلام تركية قبل قليل من يومه السبت أن السلطات التركية أعلنت وفاة نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم حسن برهان مغن في منطقة ليجة بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا إثرا بجروح أصيب بها في هجوم. تشير المعلومات الأولية إلى أنها من منظمة PKK المحظورة. وأوضحت المصادر ذاتها أن مصادر أمنية تركية أكدت أن مغن تعرض لهجوم مسلح أمام منزله في ليجة في وقت سابق اليوم، فيما لاذ المهاجمون بالفرار. وأضافت ذات المصادر أن مغن توفي في مستشفى ليجة الذي نقل إليه عقب الهجوم الذي تلته عملية أمنية واسعة للقبض على المهاجمين. وأكدت المصادر نفسها أن رئيس فرع الحزب الحاكم في ليجة إسماعيل دمير قال إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوف منظمة PKK المحظورة وراء الهجوم.